واحدة من أصعب المراحل اللي أي حد بيبدأ على يوتيوب وبيمر بيها تحقيق ال4000 ساعة مشاهدة وال1000 مشترك. وعلشان تقدر تفعل الربح على قناتك الموضوع ده بيحبط ناس كتير. بس النهاردة هشارك معاكم خطة تفصيلية ازاي تحقق بيها الشروط بأسرع طريقة ممكنة. وأول حاجة مطلوبة منك إنك تفهم النظام والمتطلبات بتاعة يوتيوب. قبل ما نخش بالخطوات العملية لازم نبقى فاهمين الأول إنه ال1000 مشترك مش لازم توصلهم في شهر ولا في 2. كل ما زادت جودة المحتوى كل ما زادت معدل المشتركين. وال4000 ساعة مشاهدة لازم نحققهم آخر 12 شهر. بعد 12 شهر إيه اللي هيحصل؟ عدى شهر واحد، لو انت كنت محقق فيه 1000 ساعة ال1000 ساعة هيتخصموا. فضروري نحققهم آخر 12 شهر، ما يعدوش عن 12 شهر واحد هينقسم منهم. اليوم ده لو كان جاي فيه ساعة واحدة هتطير منهم. يعني لازم يكون عندك مشاهدات مستمرة. الحاجتين دول لازم يحققوا سواء علشان تقدر تقدم إلى تحقيق الربح وتنضم لشركاء يوتيوب. تاني حاجة اختيار نوع المحتوى الصح. المحتوى هو المالك. لازم تقدم فيديوهات تجذب الناس تخليهم يكملوا مشاهدة. ركز على مواضيع الناس بيدوروا عليها. اعمل بحث سريع في اليوتيوب الناس بيدوروا عليها، فيديوهات عليها بحث عالي في مجالك. استهدف المحتوى اللي بيعيش لفترة طويلة، مش ترند سريع يخلص بعد يومين أو ساعتين أو دقيقتين. استهدف المحتوى الطويل، المحتوى اللي بيشتغل معاك على المدى الطويل. مش قناة ترندات واحد بص عليك النهاردة وجبت مليون مشاهدة بكرة تجيب 0 مشاهدة وتنزل في الأرض تاني. لا، احنا عايزين محتوى يفضل شغال معانا للنهاية. زي الربح من اليوتيوب، اختراعات، اي حاجة، ادوات منزلية. تعرف لو انت تعمل قناة تجارة ومش عارف ايه، حاجة تفضل شغالة معاك. سيبك من الناس اللي دلوقتي بيطلعوا لك يقول لك قناة ترندات، قناة مش عارف ايه، الذكاء الاصطناعي. خلي بالك الذكاء الاصطناعي برضه عليه مشاكل. اوعى تعمل قناة ذكاء اصطناعي. لازم تعمل دلوقتي قناة تطلع بيها انت تتكلم بيها علشان تضمن الربح وتفعيلها، مش تتعب عليها سنة وسنتين وبالآخر تنقفل. أنا بعرف واحد إجالي بيقول لي يا رمز الفكرة، أنا بعمل محتوى ذكاء اصطناعي وقبل ما أحقق الشروط بشوية كل الفيديوهات اجت عليها محظورة دوليا، محظورة عالميا. ذكاء اصطناعي كان عن مستر بيست ومش عارف ايه والحاجات دي كلها محظورة عالميا ومش عارف ايه. فأضمن لك اعمل قناة انت تطلع تتكلم بيها. اعمل قناة مش محتوى صوتي، حاجة انت تطلع بنفسك تتكلم بيها علشان يوتيوب يحبك وانت تحبه. تالت حاجة استراتيجيات الفيديوهات الطويلة. الفيديوهات الشورتز حلوة لجذب المشتركين، بس الطويلة هي اللي هتجيب لك الساعات. اعمل فيديوهات من 10 ل20 دقيقة على الأقل. خليك دايما مركز على تقديم قيمة، نداء للمشاهد، مش في الأول وبعد كده هيفات. رابع حاجة أسرار زيادة المشاهدات بسرعة. تحليل المنافسين. شوف الناس اللي في نفس مجالك بيعملوا ايه وحاول تدور عليهم وتطور منهم. ركز تطور عليهم وتطور منهم، مش اللي بيعملوه تنسخ منه وتلصق منه من هنا. ده اسمه هبل. انت طور خد الفكرة وطورها. وإياك تنسى السيو بتاع الكلمات. استخدم كلمات مفتاحية قوية في العنوان والوصف، وحط كلمات مفتاحية في علامة التاجز، واكتب وصف طويل وفيه كل التفاصيل المهمة. وما تنساش التصميم المصغر. الصورة المصغرة لازم تكون جذابة جدا لأنها بتحدد نسبة الCTR، واستخدم ألوان ملفتة ونصوص قصيرة علشان توضح الفكرة. وما تنساش تنشر الفيديو في المكان الصح، وشارك الفيديو في الجروبات بتاعة الفيسبوك. استخدم انستجرام وتويتر وتيك توك لجذب الزوار، واسأل المشتركين والمشاهدين لو الفيديو عجبهم يشاركوه. خامس حاجة ازاي تجيب ال1000 مشترك بسرعة.
استخدم يوتيوب شورتز علشان تجيب المشتركين. اطلب من المشتركين بوضوح انهم يشتركوا، ونظم مسابقات بسيطة علشان الناس برضو تشترك وتحمسهم. وضع زر الجرس على الفيديوهات بطريقة واضحة، ورد على التعليقات وتفاعل مع الجمهور علشان يفضل متابعتهم ليك. والسادس حاجة، استغل قوائم التشغيل لزيادة المشاهدات. اعمل قوائم تشغيل مربوطة بحيث لما يخلص الفيديو يبدأ اللي بعده تلقائي. مثلا لو قناتك بتتكلم عن الربح من الانترنت، خلي قائمة كاملة بتتكلم عن الربح من الانترنت. استخدم الشاشات النهائية علشان توجه للناس الفيديوهات اللي جاية واللي بعدها والتانية. وسابع حاجة، استراتيجيات البث المباشر اللايف بيزود مدة المشاهدة بسرعة جدا والساعات. ممكن تعمل كل أسبوع لايف بيتكلم عن مناقشة الأسئلة والاستفسارات في مجالك. وتامن حاجة والأخيرة، الاستمرارية والصبر. تحقق 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك بسرعة أو في يوم وليلة مفيش حاجة هتحصل. لازم يكون عندك جدول نشر واضح، واتبع الجدول اللي يوتيوب حطهولك، واعمل بالجدول كل أسبوع على الأقل. وطور نفسك واعمل من نفسك كل يوم على الأقل برضو، وشوف الفيديوهات اللي نجحت عندك وكررها بأسلوب آخر. ودايما طور نفسك علشان تفضل شغال. واحنا قناتنا بتجمع بين الإبداع وتطوير الذات والنجاح المالي. ما تنساش الاشتراك. وفي النهاية، مفيش سحر ولا شعوذة. اسمع كلمتي، كل الموضوع محتاج منك اجتهاد واستمرارية. ابدأ النهاردة وطبق النصايح اللي قلناها، وما تنساش تكتب في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتك، وايه التحديات اللي بتواجهها في تحقيق الشروط، وانا هرد عليك بنفسي. واذا عايزين بثات مباشر مفيش اي 30 60 مشكلة، قولي وانا هعمل لكم البث. سلام.